علمي عاد هذا اللي بقوله لكم الحين تنطبق عليه مقولة ما على الله شيء كايد. هذا ناصر الدوسري، قعود شاريه ب6000 ريال وباعه ب4 مليون. أنا أشهد أن الله لا ساق الرزق ساقه. ناصر الدوسري الإبل غيرت حياته، سددت ديونه وشرت له بيت. خلونا نشوف التقرير. علاقتي مع الإبل طال عمرك من يوم الله خلقنا وحنا هالإبل، أبوي وجدي كلنا هالإبل. الله الله. وابننا مجاهيم، ابننا مجاهيم من جيز حلال الناس. لا والله ما هي بابن مزاين، ابن بدعوة. الأمور المادية عادية جدا مثل ساير الناس اللي على وقتهم مادتهم بسيطة. القعود الحاكم طال عمرك سالفته كان لي رفيق لي في سوق حفر الباطن، رجال شريطي يشري، صور القعود وارسل لي صورته. صور القعود طال عمرك وارسل لي صورته. يوم شفت انا صورة القعود فيه مواريزين. قلت القعود هذا وين؟ قال القعود هذا في السوق. قلت القعود هذا صالح، القعود هذا اشتره، انا بيه اشريه له. قلت القعود ذا مو فيه مواري فحل، اشتره. شراه الرجال، كلمته قلت انت شريته؟ قال الله شريته. قلت بتبيعه؟ قال ببيعه. كسبته 2000 ريال. قلت 2000 ريال تكفيك؟ قال بالله تكفي. قلت هذه 2000 ريال مكسب وارسله لي على الدنة، ويرسله لي من حفر الباطن الى الخرج، ويجي طال عمرك وينزل القعود عندي. يوم جاء القعود ونزل عندي وجوني رجال وشافوه قالوا انت وش تبي بالقعود هذا؟ القعود هذا ما يصلح نهائيا، وش تبي به؟ قلت القعود هذا قيمته بسيطة، والقعود فيه مواري فحل، فيه مواري عظمة ورقبته، فيه مواري فحل. الله الله. قال القعود هذا ما يصلح، لا تشتري القعود هذا. قلت أنا شريته ما يحتاج، خلاص شريته وتوكلت على الله. قالوا ليش تشتريه؟ ابنك مجاهيم وانت شاري القعود أوضح. وقلت القعود هذا إن شاء الله إن فيه خير وفاتحة باب خير إن شاء الله بإذن الله تعالى. أنا أشوف فيه مواري القعود الطيب. كثروا علي الناس، كثروا علي وش تبي به. جلس عندي يمكن حول شهر، ومع زود الكلام جاني رجال وسامه مني ب10، وأنا ذاك الوقت كنت محتاج قيمته. بعته عليه ب10,000 ريال. شراه مني. يوم جاء مع الصبح يكلمني قال تراني هونت من القعود. قلت إن شاء الله فيها خيره. ويجلس عندي، هون من القعود ويجلس عندي فترة، ويجيني رجال ثاني والقعود كله جلس فترة تطور وزان. جاني رجال طال عمرك ثاني وسامه مني ب70، وزود فيه 72، وزود فيه 75، وبعته. يوم جاء اليوم الثاني هون من الشراء. وقلت خيره إن شاء الله، لعلها إن شاء الله خير. والقعود يتطور. جلسنا الزمان الثاني، السنة الثانية، ويتطور القعود، ونشد من الخارج يم جهة الصياهد، وننزل عند الصياهد في يمكن 10 كيلو. ويجيني رجال طال عمرك ويسومه مني ب300. وقلت ماني ببايع. أنا أشوف القعود أنه مواصفات فحل، ومواريه الفحل، وكل وقت يتطور. سامه مني ب300. قلت ماني ببايع. شدنا بعد الصياهد وربعنا في الصمان، ويوم انتهى الربيع ونرجع ونقيض في الخرج. قيضنا في الخرج طال عمرك، ويجيني رجال ويسومه مني ب400، وعقبها يجيني رجال ويسومه مني ب5. والقعود بدأ يتطور، وشفت فيه نظرة الفحل الكفء. يوم زاد سومه وصل 5، وفيه تحليل في جامعة الملك عبد العزيز، تحليل البعارين الطيبة. سحبت منه تحليل دم وقلت بحلله. سحبت منه تحليل ووديته وقلت حللوه على حاكم ابن قريع. حللوه على حاكم ابن قريع وطلع التحليل مطابق.
يوم طلع التحليل المطابق وخذيت الشهادة عرفت أنا قيمة القعود، دريت القعود ما هو بيم الأيام هذه. خذيت الشهادة وجاني رجال طال عمرك وسامه مني مليون على طول، سامه مني مليون، واشد من جهة الخرج واجي للصياحة. يوم جيت للصياحة طال عمرك ويجيني رجال وياخذه مني ب4 مليون، شراه ب4 مليون، شراه مني ب4 مليون، والله يبارك له إن شاء الله ويرزقه الرزق الطيب. نعم الإبل غيرت حياتي. عقب ما بعت القعود ب4 مليون سددت الديون اللي علي كلها، وشريت السيارات، وشريت طال عمرك البيت. أنا كان ما أملك بيت، شريت البيت من قيمة القعود، شريت البيت من قيمة القعود اللي بعت ب4 مليون. ورحت طال عمرك وشريت أخوه على حاكم بن قريع حق، شريتها ب500، والحين عندي طال عمرك يسام ب3 مليون. وشريت لي إبل وضح 70 ناقة كلها من قيمة القعود اللي أنا بعت. الله الله، كلها من بركة الله ثم بركة النادي وبركة حكامنا الله يطول عمره. مجال الإبل كلها إن شاء الله خير، والإبل إن شاء الله فيها خير وفيها استثمار طيب وفيها بيع وشراء وتوفيق من رب العالمين. اللي يستثمر في مجال الإبل استثمار ناجح. في الختام أشكر الشيخ فهد بن حثلين الله يطول عمره ويبيض وجهه ويجزاه خير على التنظيم الطيب وعلى المهرجان العالمي اللي الناس كلها حصلت منه خير، وأنا أولهم. أنا أول من الناس اللي حصلوا منه خير، حتى أنا ما شاركت في المهرجان، لكن إن شاء الله عندي نية إني أشارك في المهرجان والناس كلها عينت خير واستثمروا وباعوا وشروا وجعل عمره طويل أبو سلمان. سبحان الله، ربي مخازنه ملي ولا عطى. الله يوفق ناصر ويرزق الجميع. والحين وصلنا الختام النشرة، استودعتكم الله، تدفوا زين عند الجمدة، واشوفكم بكرة بنفس التوقيت. فمان الله.